طبعا الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته، كل جماهير النادي الاهلي في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. فوز مستحق وهدف قاتل لقفشه في الدقيقه 88. لكن تعالوا بقى نتكلم على اهم رجل في المباراه بالنسبه لي وهو كولر. كولر بالنسبه لي واحد من اذكى المدربين اللي شفتهم مسكوا النادي الاهلي، وممكن يكون من اذكى المدربين اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ليه بقول كده؟ لان ببساطه كولر مش بس مدير فني بيحضر المباراه وبيعمل سيناريو للمباراه على اساس امكانيات الخصم اللي قدامه، لا ده كمان لازم يعرف كل معلومه سواء كبيره او صغيره عن الخصم اللي قدامه. واهم معلومه عرفها كولر النهارده عن فرقه سياتل الامريكي وخلته بقى يبني سيناريو للمباراه ويقسم المباراه زي ما هو عاوز، ان فرقه سياتل الامريكي اخر مباراه رسميه ليهم كانت يوم 10/10، وطبعا اتجمعوا يوم 5/1 اللي فات وما لعبوش ولا مباراه رسميه، واول مباراه رسميه كانت قدام النادي الاهلي النهارده. فتقريبا هم في بدايه موسم وفي فتره اعداد، وصعب جدا لما يكون فرقه في بدايه موسم ان اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه بتاعتها تكون مكتمله بشكل كبير. فطبعا المعلومه دي فادت كولر النهارده بشكل كبير وخلته بقى يحضر سيناريو للمباراه ويقسم المباراه زي ما هو عاوز على اساس المعلومه دي. تعالوا نعرف بقى ايه اللي عمله كولر سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. اول حاجه كولر بدا المباراه بطريقه 4-3-3، وزي ما قلت لكم بفضل الله في مباراه اوكلاند سيتي ان خلاص باين ان كولر اعتمد طريقه 4-3-3 مع النادي الاهلي، وهي الطريقه دي اللي هنشوف النادي الاهلي بيأدي بيها الفتره اللي جايه بشكل كبير. دي طبعا اول نقطه. تاني نقطه عملها كولر ان هو ريح كل اللعيبه بتاعته في الخط الامامي سواء عبد القادر ولا محمد شريف ولا حسين الشحات اللي بداوا مباراه اوكلاند سيتي، لانه كان محضر ان هو يعتمد عليهم ويحتاجهم بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. وبدا بقى المباراه بطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكهربا. واهم نقطه كان عاوزها كولر في الشوط الاولاني ان هو ما يدخلش فيه اي اهداف، ويحاول بقى ان هو يستنزف كل المجهود البدني بتاع فرقه سياتل الامريكي في الشوط الاولاني. فهتلاقي النادي الاهلي ساب السيطره والاستحواذ تماما لفرقه سياتل الامريكي، وبيحاول بس ان هو يامن دفاعاته ويحاول بس ان هو يامن نص ملعبه وان هو ما يدخلش فيه اي اهداف في الشوط الاولاني. فنجح كولر في الشوط الاولاني ان هو يمشي المباراه زي ما هو عاوز. في الشوط الثاني بقى هتلاقي النادي الاهلي غير الاسلوب بتاعه تماما، فهتلاقي النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني بيضغط ضغط عالي على فرقه سياتل الامريكي. كل الاشتراكات كل الالتحامات كل الكرات الثانيه كانت لمصلحه النادي الاهلي، لان ببساطه فرقه سياتل الامريكي وقعت بدنيا مع بدايه الشوط الثاني. وده طبعا اللي كان عارفه كولر عن المعلومه بتاعه سياتل الامريكي ان هم في بدايه موسم وما لعبوش اي مباراه رسميه. فهتلاقي النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني، مسيطر ومستحوذ بشكل كبير جدا على المباراه من اول دقيقه لحد ما جت الدقيقه 63 وتغييرات كولر راح مطلع طاهر محمد طاهر ومطلع كهربا ومطلع حمدي فتحي ومنزل عبد القادر ومنزل محمد شريف ومنزل قفشه، وغير الطريقه من 4-3-3 ل 4-2-3-1. فهتلاقي النادي الاهلي بعد الدقيقه 63 بعد التغييرات اللي عملها كولر النادي الاهلي بقى افضل هجوميا، بقى مسيطر ومستحوذ على الجيم بالكامل، بقى افضل من فرقه سياتل الامريكي في خلق الفرص على المرمى لغايه بقى ما جه قفشه في الدقيقه 88 وترجم كل الافضليه والسيطره والاستحواذ بتاعه النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني بهدف قاتل في الدقيقه 88. عشان كده بقول لك كولر واحد من اذكى المدربين اللي شفتهم مسكوا النادي الاهلي، وممكن يكون واحد من اذكى المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. حط السيناريو للمباراه وقسم المباراه زي ما هو عاوز ومشى المباراه زي ما هو عاوز لغايه ما وصل للهدف بتاعه، وهو الفوز على فرقه سياتل الامريكي والصعود بقى لنصف النهائي في كاس العالم للانديه قدام بطل اوروبا ريال مدريد. فشابوه على ذكاء كولر النهارده وعلى ادارته للمباراه سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. وان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه صعبه جدا بقى قدام ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم. ان شاء الله النادي الاهلي يشرفنا ويرفع راسنا كالعاده، وان شاء الله ليه لا نفوز على ريال مدريد ونروح للنهائي، وباذن الله ليه لا نتوج بالذهبيه باذن الله تعالى، ونبقى اول فريق عربي باذن الله تعالى يحقق ذهبيه كاس العالم للانديه. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى يا رب التوفيق لكولر، اتمنى يا رب يكون كلام في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.